السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل معاكم طريقة الرز المعمر. الطريقة في الرز دي بتنفع في العزومات، بتبقى طريقة جميلة جدا، وعايزة اقول لكم طعمه بيبقى جميل جدا. هبدأ معاكم المكونات كده ونسمي الله ونقول بسم الله. عندنا هنا كيلو رز مصري منقوع ومغسول يعني او مغسول، غسلته يعني جهزته علشان هستخدمه على طول ان شاء الله. ومعايا هنا نص كبد وقوانص، طبعا انا مسكتهم نضفتهم وكويس وقطعتهم بالشكل ده. ومعايا هنا 3 بصلات متوسطين مبشورين بالشكل ده او متقطعين ناعم. ومعايا بقى البهارات بتاعتي او التوابل بتاعتي، عباره عن فلفل اسود وكمون، وعندي هنا ال7 بهارات والملح بتاعي. ونبدا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنا طبعا مجهزه الطاسه بتاعتي هنزل فيها ان شاء الله باذن الله بالبصل، وهنا الحله بتاعتي اللي هعمل فيها الرز. هبدا انزل بقى هنا بالبصل بتاعي. نزلت طبعا بالبصل بتاعي هنا زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا بقى اديله تقليبه كده علشان يدبل معايا، علشان انزل ان شاء الله بالكبد والقوانص. هنا بقى هنزل بالرز برده. هنا البصلايه بتاعتي بدات تدبل اهي. هبدا بقى انزل بالكبد والقوانص معايا اهو، واديها تقليبه لحد ما تبدا بقى تدخل في سوا. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هنا طبعا بقى الرز بتاعنا كده بيتحمر. هبدا بقى اضيف له مكعب المرق ده، هو بيديله طعم جميل، بس هو في الاول وفي الاخر برضه اختياري، اللي حابب يضيفه يضيفه واللي مش حابب خلاص ما يضيفوش، ده اختياري. هبدا بقى ادي للرز بتاعي تقليبه كده علشان احط له الشوربه بتاعته. طبعا بقى في ناس هتقول لي الرز بتاعك تعرفي ازاي اللي هو مثلا اللي انت تسقي الشوربه وكده بيكون الرز كده خف خالص معايا وانا بقلبه. هبدا بقى اسقي الشوربه بتاعته، والشوربه بتاعته تكون فوقيه بحوالي سنتي كده علشان خاطر يبقى الرز مفلفل وجميل. هبدا بقى اسقي له الشوربه بتاعتي. هبدا بقى احط الشوربه بتاعتي للرز. كده تمام، يعني الرز عالي فوقيه الشوربه بحوالي عقله صباع كده بقى. ونبدا بقى نغطي عليه النار. عمل ما يغلي في بعضيه جامد كده هبدا اهدي بقى عليه النار واسويه على نار هاديه عشان الرز معايا يبقى مفلفل وجميل. نبص بقى على الكبد بتاعتنا والقوانص شغاله اهي. هنبدا بقى نقلبها كده علشان كلها تستوي زيها زي بعضها، ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله للرز بتاعنا. احلى طبق ممكن تدوقوه الرز المعمر ده، ما بياخدش وقت. وحاجه تانية ممكن ينفع في العزومات برضو، بيسهل في الوقت يعني ان شاء الله. بصوا بقى هنا الرز كده انا حطيته بقى على اهدى حاجه، على العين الصغيره خالص عشان يستوي على نار هاديه بقى بالشكل ده. نغطي عليه بقى تقليبه. وهنا الكبد والقوانص شغاله اهي، هديها تقليبه برضو. هبدا بقى هنا اضيف التوابل بتاعتي. لانها خلاص كده نقربها تستوي خلاص، دخلت في مرحله سوا. نشوف بقى ان شاء الله باذن الله بقيه الفيديو معايا هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. نبص بقى على الرز بتاعنا. بصوا بقى الرز طالما دخل في المرحله دي هبدا بقى انا كده افتح له فتحه كده علشان احط الكبد والقوانص جواه عشان كله ياخد من طعم بعضه كده. بقى بعد ما ضفنا الرز هبدا بقى اغطي كل الكبد والقوانص دي بتاعتي، وهدي تاني بقى على الرز علشان يدخل كل السوا كده في بعضه وياخد من طعم بعضه. هغطي بقى عليه تاني لحد ما نقدمه ان شاء الله. ده طبعا بقى كده الشكل النهائي للرز بتاعنا. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا. طبعا اكيد هيشرف اي حد يعمله في عزومه ولا كده. ده كده نهايه الفيديو بتاعنا، واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في دعم الفيديو، وتعملوا لي متابعه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.